أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. آليت على نفسي هذه المرة أن يكون التسجيل صوتيا لا فيديويا لتكون الرسالة أبلغ. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لست ممن ينكر فضل المحبين والمطيعين والمخلصين، فأنا لا زلت لهم محبا ومخلصا وخادما، فهذا ما أدبنا عليه من قبل آباؤنا وأجدادنا قدس الله أسرارهم، إلا أنني أخاف عليهم يوما عبوسا قمطريرا، إلا أنني أخاف عليكم يوما عبوسا قمطريرا، وأريد أن يقيهم ربهم شر ذلك اليوم ويلقيهم نضرة وسرورا، ولا أريد إلا أن أبرئ نفسي وأبرئ المخلصين من أفعال الشواذ والمفسدين وذوي العقائد المنحرفة ممن يدعون لنا آل الصدر أو يدعون بأنني الإمام المهدي، وأن ذلك زورا من القول باطلا وخطيرا. فما أنا إلا مقتدى بن محمد صادق ابن محمد مهدي بن إسماعيل الصدر، وما أنا إلا خادم لشسع نعلي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولا أدعي ذلك، وما كان لي أن أدعي ذلك أو يدعي لي ذلك أي أحد على الإطلاق، ولم أدعي لنفسي قدسية أو اجتهادا أو زعامة، فما أنا إلا آمر بالمعروف ناه عن المنكر. ولذا فإن أفضل عقوبة لمثل هؤلاء الشرذمة المنافقين وممن يدعمهم من الفاسدين والميليشيات الوقحة وأشباههم هو حرمان الجميع من إقامة مراسيم العزاء في ذكرى استشهاد السيد الوالد تقدست نفسه الطاهرة لهذا العام، ليكون من آل الصدر عموما ومني خصوصا ومن المخلصين لنا آل الصدر إعلانا للبراءة منهم ومن وجودهم بيننا ومن ادعاءاتهم حبنا آل الصدر. فلذا إنني وكأمين عام للمرقد الشريف أوقف جميع مراسيم العزاء في النجف الأشرف وإلغاء الزيارة وغلق مرقد السيد الشهيد لمدة 5 أيام، فلا يحضر أحد منكم إلى النجف الأشرف والزيارة. فأطيعوا واسمعوا، وأوصي ألا يدخل المنحرفين عقائديا قبري بعد موتي، فهم أعداؤنا آل الصدر جميعا. فيا سيدي ووالدي، منك ومن الله العذر، فإن قولهم عظيم في السوء، فلا تكون إلا العقوبة إلا أعظم وأشد، وما أعظم من أن يحرم الجميع من زيارتك يوم استشهادك. فسلام عليك وعلى ولديك وعلى المستشهدين بعدك من المقاومين ومحبي الإصلاح، ورحمة الله وبركاته. فالحمد لله الذي هداني لهذه العقوبة لتخليص المؤمنين من الوباء العقائدي المنتشر، ليبقوا معي وأبقى معهم على الطاعة والإيمان. والحمد لله رب العالمين. بنور المهدي أهتدي، مقتدى الصدر.